رجع ورا، هو اللي ورا الوقت طه بصري وحسن شحاته. فاروق جعفر طلع قدام، فاروق جعفر طلع قدام، في زقه من جمال عبد الحميد. فاروق جعفر طلعوا طه بصري قدام وهو رجع ورا كابتن طه بصري. فاروق واقف وحواليه 3 ورا، مصطفى يونس وماهر همام وحمدي جمعه. فاول في صالح اهو. هتشوف ادي محمد سعيد، هتشوف انت او فاروق جعفر اهو اللي طالع قدام، هتشوف حواليه كام لان مفيش اهو. محمد سعيد والخواجه بيحاول ماهر همام يكسب طبعا كم خطوه عشان يرجعوا، وفعلا رجعوا اللاين مان مختار اللي بيلعب ورا دلوقتي. الخطيب بينقلها لكن شطه بيلعبها قدام. فاروق فوزي، حسن شحاته، يبقى اللي جاب اجوال الاهلي مصطفى عبده، الخطيب، جمال عبد الحميد. جولين الزمالك جابهم طه بصري الاولاني وعلي خليل قبل ما يطلع الثاني. وقلت لك انا قبل الجول الثالث ما يجي، هل الزمالك هيقدر يصمد ب10 تنفار؟ وحتى لو كانوا طلعوا ضروه هل كان هيقدر يلعب النص ساعه في الحر ده ب10 تنفار 10 لاعبين من اول نص ساعه؟ ده درس كويس للعيبه اللي بتحاول انها تلعب خشونه وبعد ما تنظر تلعب تاني عشان تطرد. مصطفى عبده وصبري المنياوي، ياخدها مصطفى عبده وهيرفع، والرفعه حلوه وصفوت مستني ياخدها فريق النادي الاهلي الخطيب ويلعبها بره اوت. مفضي السلالم لاول مره عشان يطلع الفريق الفائز. لغايه دلوقتي النادي الاهلي هو الفائز وياخد الكاس لو انهى الدقائق ال5 اللي فاضله متقدم 3-2. فاروق جعفر ونصر. فاروق بيحاول قدامه هو، فاروق ادي انت شايف فيه 4 لابسين احمر، بيوديها كورنر منه وبيرفع ايده بيقول لك اوت، لكن الحكم قريب ومدي، ونصر رايح يشوط. نصر ده من الصغيرين. اتشاطت حلوه، بيمسكها كويس قوي ثابت البطل. في الحكم مدي حكم مدي الاهلي واقف مدي ضربه حره غير مباشره داخل منطقه الجزاء زي اللي كانت على الزمالك في الشوط الاولاني. لازم تلمس حد عشان تخش. ادى واحده، لازم يبعدوا اللعيبه 10 يارده عند الحكم. عند الحكم ما هو واقف كده، انت شايف كويس في التلفزيون الحكم بيقول له ارجع لورا ارجع لورا. في لعيب رايح اهو قدام الكوره، 2 لعيبه. الحكم الفرنساوي ما كانش بيسمح للحيطه
انها تتقدم، واذا تقدموا قبل الكوره ما تتحرك بيعيد. بيبص له يعني انت تقدمت، شاط يصدها جول، برافو، شوطه حلوه برضو. وطه بيقول له اتحركوا، قال له لا، ولعبه في صالح الاهلي في الدقائق الاخيره من المباراه، والنتيجه في صالح الاهلي 3-2 في نهائي كاس مصر. الاهلي تقدم، تعادل الزمالك، تقاسموا بطوله مصر. السنه اللي فاتت كان الاهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكاس. السنه دي اتعكست الايه. لو انتهى الشوط الثاني والمباراه بكده هيخش بيها ويلعبها، وقع في الارض ويقدر يحط جول وينهي الماتش، يقدر يحط جول. طاهر الشيخ رجع له الكوره وقلت لك يقدر يحط لوحده خالص، والكوره رجع له والجول وباكين واقعين في الارض، قلت لك يقدر يحط الجول في اخر دقيقه. الجول الرابع طاهر الشيخ. هتشوف 4-2 ويبقى بكده زي ما قلت لك الناديين الكبيرين. نقول للاهلي مبروك على الكاس، نقول للزمالك هارد لك على الكاس، نقول للزمالك مبروك عليك الدوري، ولازم حد يغلب ولازم يتغلب. ونقول للاعيبه الاهلي برافو، بعد ما كانوا مغلوبين 2-1 في مأتم الاوقات، جابوا جولين في بضع دقائق عشان ينهوا. النادي الزمالك بيسنتر وفاول في صالح الزمالك، لسه مع الخواجة وصلاح، مفيش حد قدام لأن الزمالك انتوا عارفين بيلعب بفرودين بس. طالع وشاط، ثابت البطل، شوطة كورنر، شوطة كويسة. الكورنر بنلعب في الوقت الضائع، والنتيجة في صالح الأهلي 4-2. وكورنر حلوة اوت. نقول ان الكرة جوال، وان ناس اتمتعت ب6 جوال النهارده، 4 من الاهلي و2 من الزمالك، واللي نخل على القمر الصناعي اتمتعوا ب6 جوال، ثم علي خليل، ثم الخطيب، ثم جمال عبد الحميد، وطاهر الشيخ. سيداتي انساتي سادتي، انتهى الماتش. النهارده المصري بالنسبه لكابتن فاروق جعفر تحديدا ورق الى حد ما نقول مكشوف شويه باعتبارك يعني شاركت في تدريب المصري قبل كده. المصري فرقه كويسه ومعاهم مدرب كويس،
وجماهيرهم يعني جماهير بتاع بورسعيد دي جماهير كمان بتشجع تشجيع جبار لفرقتها. ان شاء الله الماتش مش سهل، الماتش صعب، وخصوصا ان احنا والنادي الاهلي دلوقتي ماشيين يعني خطوه بخطوه في الاهداف وفي النقط. ربنا يوفق ان شاء الله اللعيبه تعمل مباراه كويسه، يبداوا من اول الماتش نحاول نسجل جول بدري ان شاء الله عشان يبقى الماتش سهل على اللعيبه. كابتن نادر، قلبي معاك، ماتش النهارده صعب. لا بامر الله مش سهل، لو احنا اخذناه بصعوبه يعني بمعنى صح ان احنا لو ما تسهلناش في الماتش هيكون الماتش سهل بالنسبه لنا، انما لو احنا تسهلنا في الماتش فبالتاكيد هيكون صعب، فبامر الله تعالى احنا واخدين الماتش بجديه وان شاء الله يكون سهل. ابو بكر عمر out of love for you. Now you tell me that it's time to find something true. قبل المباراة النهاردة هنقف مع كابتن طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري بعد رحيل المدير الفني بوكير وانهاء مسؤولياته عن الفريق الاول. دي المباراة الثانية يا كابتن طلعت؟ المباراة الثانية بعد رحيل بوكير. المباراة الأولى كانت في المنصورة بين الاتحاد والمنصورة في اسكندرية. كابتن طلعت يوسف، مباراة النهاردة صعبة؟ ما فيش شك طبعا، ماتش صعب لاعتبارات كتيرة جدا. أولا أنت بتلعب الأول النهاردة وبتلعبه هو متحفز وفي منافسة شديدة بينه وبين الزمالك، بالإضافة لأنه هو أصلا إمكانياته الفنية والبدنية يتعمل لها حساب، جمهوره في ملعبه بره اسكندريه، يعني كل العناصر مهيئه له بشكل افضل مننا النهارده. كابتن احمد ماهر، مدرب النادي الاهلي، النهارده هنقول ماتش الاهلي مع الاتحاد، هل هو الى حد ما نقول مكشوف شويه بالنسبه لكم كورق انه كابتن طلعت يوسف هو المتولي المسؤوليه، وبالتالي نقول ايه برضه من مدارس الكره المصريه، ولا كان في ظل بوكير كان يبقى الورق احسن؟ لا ابدا، ما هو المفروض ان الكابتن طلعت يعني قاعد مع بوكير 3 مواسم، فالمفروض ان هو يعني تطبع شويه بالاسلوب بتاع بوكير او الاسلوب الالماني عموما. I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer.